شفت يا بقى المرض الجديد اللي نزل؟ قول يا فصيح قول. مرض اسمه جدر القرود، بدأ من الصين. يا واد هو انت بقى انت ما فيش غير اخبار السو اللي جايبها لي، دور تقول لي جدر القرود، دور تقول لي جدر البني ادمين، ما بتجيبش خبر حلو يا ابني. مش بعرفك، لا جيلك الجدر القرود. خبر يفرحني في يوم. تعالى يا عم جدر شوف ابوي. ماله يا عم ابوه؟ بعرفه انه في مرض القرود لا يجي له مالك الغرفة انت ودك ده. عامل لك خبر يا عم جود ده عليا اليمين ما بيجيني في مره غير بخبر سو. اهو يقول لي واحد فلان ضربته عربيه على البرخه. احنا في الوقت ماله فيه جاي بيقول لي فيه مرض قال ايش اسمه مرض جدر القرود. بس انت زعلان في حاجه اسمها جدر القرود في ايوه الدنيا فيه سمعت زعلان. عليه؟ ايوه في اهو يا عم الناس ما بتكذبش هي. بس يا دي انت أنا بكذب قاعد يعني. ده طب شويه وده جاب منين يا ابو جيات الهباب ده من عند ربنا. لا اله الا بدأ الله. في الغضب الصين. ده ولا زي الكورونا كده يا عم عليا الساعه. اليمين ما يجي جدر القرود جدر الكلاب ما هتأثر فينا حاجه ايوه من الاخر. ربنا يسترها علينا. يعني هو يا يعني جماعة. علينا ربنا. كانوا إذا بيقولوا أنت مش الكورونا كل هتهف دقيقة- الناس، الكورونا هتدمر الناس، يا عم الكورونا ما عملتش مش كل الكورونا. دقيقه يلم علينا الناس هو وابنه. ما تعملوش فضيحه وفي الجرس طب انا لما قالوا كورونا بقينا دايرين نعقم ده هنعمل له واحد يعني حلو لو كده. جالي يا انا يا باشا. بغيت هتقلب قرد؟ هو بيطلع حب في الايدين كده تحكه بجوله حوزيه ليه علاج وزيت وش. يعني مش هيطلع لي شعر في وشي وابقى قرد لا ما تخافش ان شاء الله، ده ممكن ابوه يا رب قلب والله. قرد لو جاي. بقى انتوا يعني ما لقيتوش غير انا اللي هتقلبوني ما كده. هو ما فيش الا انت وابنك كل يوم تنقروا على بيجري الجروب الناس ومرة الكبيرة. على هو اخبار وتساوي يا ابو هو ما جيات. جابش حاجه من عنده، ده من عند ربنا. عليا الطلاق تقدر بالثلاثه يا ولد تقول إني بقى يحوش ربنا. يحوش ربنا، حوش بس. جنودك عن عبيدك يا رب. احلى كده. حوش جنودك عن عبيدك يا رب. بس. عليا من الزعوم. ما تزهق يا اخي.